لو انا اكتشفت ان عندي حصوات او التهابات في المراره، هل الافضل ان انا استنى واخد علاج دوائي وممكن اخف منه، ولا اعمل عمليه جراحيه؟ علشان نكون صريحين مع العيانين بتوعنا، علاج حصوات المراره او التهابات المراره المتكرره يكون علاجها علاج جراحي. مفيش حاجه اسمها علاج دوائي او تفتيت حصوات المراره. علاجها بيكون عمليه بالمنظار الجراحي، وزي ما قلنا قبل كده المنظار الجراحي دوت حاجه سهلت العمليات جدا. فتحات صغيره بسيطه جدا في جدار البطن، نص سنتي او سنتي بالكتير، فتحتين 3، بنعمل العمليه بيهم والعيان بيروح في نفس اليوم او تاني يوم. لما المراره بتعمل حصوات بيكون في خلل في الجدار بتاعها، وبالتالي ما ينفعش استأصل الحصوات بس، ما ينفعش اخد دواء يضيع الحصوات دي، لان المصنع نفسه بايظ، لان المخزن بتاع الحصوات بايظ، الجدار نفسه مش قادر يخزن العصاره الصفراويه، وبالتالي هيعمل حصوات تاني وتالت ورابع. وعشان كده العمليه بتكون الحل النهائي والجذري. هل هقدر اعيش من غير مراره؟ طبعا ما فيش مشكله خالص، نستأصلها والكبد بيتأقلم بيتكيف وبيطلع العصاره الصفراويه مباشره على الاثنى عشر. وهنشرح لكم في الفيديوهات الثانيه ازاي المراره بتشتغل وازاي استئصالها ما بيأثرش على اي حاجه في الجسم.